بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وما زلنا مكملين في شرح استراتيجيات الثلاث محاور في برنامج الكام ووركس. هنتكلم النهاردة عن خاصية مهمة جدا أو عن اوبريشن مهمة جدا في عملية التفنيش فيما يتعلق بالثلاث محاور، وهي استراتيجية الكونستانت ستيب اوفر. الاستراتيجية دي بنستخدمها يعني كاستراتيجية أخيرة، بحيث إن احنا نقدر نطلع البارت بتاعنا بالمواصفات المطلوبة. يعني مثلا جزء الاسطمبة اللي عندنا ده في أجزاء منحنية كتير، وفي أجزاء واخدة تيبر، وأجزاء فيها فيلت. بعد ما نخلص عملية هد ليه بأي استراتيجية من استراتيجيات الهد، سواء بدأنا باريا كليرنس وبعد كده خدنا زد ليفل، هحتاج إن أنا أستخدم استراتيجية الكونستنت ستيب أوفر، إن أنا أفنش البارت ده بحيث أطلع بالمواصفات المطلوبة. استراتيجية الكونستنت ستيب أوفر يعني فيها شبه نوعا ما من مصطلح الستيب أوفر اللي قابلنا وإحنا شغالين في 2.5 أكسس ميلينج، اللي هو أنت عندك المسافة ما بين مسار الأداة والمسار اللي بعده، بحيث هل هيكون في علامات ما بين كل مسار والتاني، أو الأداة مثلا لما تمر من هنا وتمر على المسار اللي بعده هل هتاخد جزء من المسار القديم، بحيث إن لو في أي علامات ما تبانش في الفينش بتاع البارت. هو ده معنى الستيب أوفر، إن المسافة ما بين كل مسار والتاني الأداة هتاخد كام في المية من المسار اللي قبلها، بحيث تدمج ما بين المسارين دول، بحيث ما يبانش عندك أي حظوظ في الشكل أو السيرفيس فينش بتاعته ما تكونش سيئة. كونستنت ستيب اوفر لو احنا جينا كده نبص على الاعدادات بتاعتها، لاحظ معايا ان انت عندك المسارات المسافه ما بين كل مسار والتاني ثابته. يعني المسافه من المسار ده للمسار ده ثابته، والمسافه من المسار ده والمسار ده ثابته. المسار ده اخد كام في المية من المسار اللي قبله؟ يعني لو انت افترضنا ان ده قطر الاداة، خد مثلا الحيز ده، المسار اللي بعده هياخد جزء من اللي قبله. نقدر احنا طبعا نتحكم في الجزء ده من خلال اعدادات الستيب اوفر الخاصه بالعمليه. تعالوا كده نراجع مع بعض مفهوم الستوب اوفر. هنفتح نيو بارت، وتعالى مثلا نعمل على التوب لين بارت جديد بريكتانجل، ونعمل له اكسترود، وناخد السطح ده ونرسم عليه كمان مستطيل، ونعمل له فيلت من الجوانب بمقدار 10 ملم راديوس، ونروح نعمل له اكسترود كات، ونقول له اوكي، ونروح في الكام وركس ونعمل اكستراكت ماشينابل فيتشر، جنريت اوبريشن بلان، جنريت تول باس، وتعالى نعمل سيموليشن. لو احنا جينا شفنا في اعدادات مثلا عمليه زي عمليه الراف ميل، عملنا كليك يمين وإيديت ديفينيشن، هلاقي عندي في اعدادات العمليه جزء خاص بالستيب اوفر، المسافه ما بين كل طول باص والتاني. لو احنا جينا شفنا هنلاقي المسافه ما بين كل طول باص والتاني هنا عباره عن نسبه مئويه 40% من قطر الاداء. 40% من قطر الاداء، يعني الاداء هنا قطرها 20، قطر الاداء 20. 50% من قطر الاداء كام؟ 10. فلو احنا جينا مثلا هنا في إعدادات العملية في الرافنج، خلينا 50% من قطر الأداة. 50% من قطر الأداة دي اللي هي تكافئ 10 ملم، ده مقدار الستوب اوفر. يبقى إذا المسار ما بين كل طول باص والتاني كام؟ 10 ملم، اللي هو 50% من قطر الأداة. طبعا الستوب اوفر لما بقى 10 ملم كده احنا زودناه، يعني كده تقريبا المسار ده هيخلص. يعني لو انت تخيلت الأداة اهي موجودة معاك، لما تخلص المسار ده وتنتقل للمسار اللي بعده هتكون بالضبط على حدود المسار اللي قبله. فممكن شكل السطح ما يكونش أحسن حاجة من حيث السيرفيس فينش، لأن ممكن يبان في حظوظ مرور الأداة، يبان حد كده مرور الأداة. فيستحسن إن أنا أصغر الستوب أوفر دي، بدل ما هي 10
تمام، أخليها 8 مثلا. يبقى أنت كده عندك 2 ملي هيتاكلوا ما بين كل طول باص والتاني، يعني الأداة تخلص حركة هنا، تمام، وهتنتقل 8 ملم وتاخد المسار ده، يبقى في عندك 2 ملم زيادة بره. 8 ملم دي اللي هي تكافئ 40% من قطر الأداة. هو ده معنى الستوب اوفر، المسافة بين كل مسار والتاني. كل ما احنا صغرنا الستوب اوفر، كل ما السيرفس فينش في الأغلب هتكون أحسن، ولكن ده طبعا هيكون على حساب الوقت. كل ما صغرت الستوب اوفر، كل ما المسافة ما بين كل مسار والتاني قلت، كل ما انت احتجت تزود عدد المسارات، وبالتالي زودت عدد حركات الأداء. يعني كده لو احنا مثلا جينا خلينا الستوب اوفر 10%، وجينا قلنا له بريفيو، لاحظ معايا ان عدد التول باصص زادت جدا عن المقدار اللي احنا كان عندنا. أما مثلا لو جينا خليناها مثلا 40%، قيمة نوعا ما منطقية. عندك 2 مللي متاكلين وانت رايح وانت جاي، يعني هيخلص مسار وياكل 2 مللي، هتلاحظ ان عدد المسارات قل، وبالتالي وقت التشغيل قل. هو ده معنى الستوب اوفر كبارامتر، كسايد كبارامتر. يعني هنا الستوب اوفر كتحت السايد بارامتر. ده لما احنا كنا بنتكلم على ال 2.5 اكسس فيتشر اللي كان متمثل في الريكتانجلر ايه بوكت. اما لو احنا جينا رجعنا نتكلم على الكونستانت ستوب اوفر كاوبريشن في ال 3 اكسس ميلينج اوبريشنز، هنا ده عباره عن اوبريشن بنستخدمها في تفنيش السطح، بحيث ان السطح يطلع عندي باعلى دقه ممكنه. وده بينتج من ان انت حركه الاداه حركه منتظمه مهما الفيتشرز اتغيرت بتاع الشكل. يعني في ال 2.5 اكسس فيتشر نوعا ما كانش عندي الفاريتي او التغيرات الكتير دي، وبالتالي الستيب اوفر عندي كانت كبارامتر كان مقبول. اما انت هنا محتاج الستوب اوفر كاوبريشن او كعمليه عشان تقدر تتعامل مع التنوع المختلف عندك في شكل البارت او الملامح بتاع ايه البارت.